بعد صراع مع إسبانيا عن الموهبة البرشلونية لامين يامال، صراع آخر بين المغرب وفرنسا على ضم أمين عدلي. الموهبة المغربية، من يكون أمين عدلي وكيف كانت بدايته؟ وهل اختار المنتخب المغربي عوض المنتخب الفرنسي؟ يبلغ من العمر عدلي 23 سنة، ازداد بمدينة بازية الفرنسية، وقبل احترافه في البوندسليغا الألمانية سطع نجمه في البطولة الفرنسية، حيث تألق بشكل واضح رفقة تولوز الفرنسي، حيث تدرج في مختلف فئات الفريق البنفسجي قبل أن يواصل مسيرته بالبطولة الألمانية. سجل 10 أهداف مع تولوز و12 مع ليفركوزن. يرتبط أمين عدلي بعقد مع ناديه الحالي ليفركوزن لغاية 2026، وتمكن اللاعب دخوله إلى لائحة لاعبي أسود الأطلس بعدما غير جنسيته الرياضية من الفرنسية إلى المغربية، عندما تواصل مع وليد ركراكي دون أن يتردد في تلبية دعوته ليلحق أمين بصفوف المنتخب المغربي. يشغل أمين مركز جناح، وبإمكانه التحرك في أكثر من مركز ما بين الوسط وعمق الهجوم. يعتمد على السرعة في الأداء وقوة الاختراق. استفاد من تجربة لعبه رفقة المنتخب الفرنسي لأقل من 21 سنة قبل أن يقرر في الوقت الحالي اللحاق بصفوف منتخب بلده الأصلي. سينتظر الجمهور المغربي المستوى الذي سيقدمه أمين عدلي، الذي سيكون من الأسماء التي ستتجه إليها الأنظار في الأيام المقبلة، وهو الذي يريد بدوره أن يقدم الأفضل لإدراكه بأن المغاربة ظلوا ينتظرونه لوقت طويل من أجل اللحاق بصفوف منتخب بلدهم. يقول عدلي على أنه يشعر بحماس مع المنتخب المغربي، خاصة بعد أداء المغرب في كأس العالم ووصوله للمركز الرابع. لا تنسوا الاشتراك في القناة لمزيد من العطاء.